بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، اليوم جيتكم بوصفة تاع بوريك سهلة وليه توجد. شوفوا كيفاش جاني ما شاء الله. شوفوا بوريك، شفتوا كيفاه. شوفوا كيما راني نلبس فيه كي نحلو ثم يتحل. شفتوا كيفاه. وصفة سهلة بالسميد وما فيهاش الدلك بزاف وما فيهاش تعب بزاف. تجاني كنت حطيت لكم وصفه من الاول، وصفه تقليديه محض يسمى فيها العجين بزاف. هذه الوصفه ما فيهاش العجين بزاف. شوفوا انا هنايا واش درت. واش عندي كاس ونص سميد يكون رطب ولا رقيق، المهم ما فيهش تشيشه، هو يكون رقيق ثم يجي سهل في الخدمه، ومتوسط ثاني فيه سهل للخدمه. وعندي هنايا كما راكم تشوفوا درت كاس ونص سميد وعندي كاس ونص ماء. كبيت الكاس الاول وخلطت شويه كما راكم تشوفوا. دخلت الماء تاعي بالفوي هكذا حتى ندخل مليح في العجين هنا باه نسهل الخدمه للبرا. لهنا دوك نكمل نخدمو بالبرا. ها شوفوا كيف راني نخدم فيه بالبرا. ها لهنا نخدم نعجنو. لهنا هذا هو اللي يعوض العجن، البرا هو اللي يعوض العجن. جا روعه. جربت الوصفه قلت لا صلحت لي نحطها لكم. ها هي صلحت لي، هاني حطيتها لكم. كما راكم تشوفوا قلت لكم كاس ونص سميد وكاس ونص ماء. سا ديبون، كاين سميد اللي يشرب بزاف، انا السميد تاعي يشرب قيس برك ما شربش بزاف. هاني نخلط فيه كما راكم تشوفوا بالبراد تاعي هكذا نخلط فيه مليح. ومن بعد كي يتخلط يتعجن كما نقولوا او يبان في العجين، يبان كيف في البرا يولي مالس. العجين تاعي يولي مالس. نزيد له 2 مغارف معمرين بومبي كما نقولوا فارينه. لهنا لازم كي نضرب مليح واحد 5 دقائق ولا اكثر، وانا نضرب بالفوي تاعي حتى العجين تاعي يولي مالس. هذه هي لاستيس كما نقولوا في العجين هذا. في عوض ما نعجنوه وندلكوه بيدينا ونخليوه يرطب ونعاودو نوليو ليه نزيدو ندلكوه ونخبطوه نديروه بالبراق كما راكم تشوفوا. هو يعوض المهمه تاع العجين. لهنا شوفوا انا السميد تاعي لهنا فيه العلك بزاف. تعبني شوي في العجين. هاني لهنا دوكا هاني زدت له شويه في فارينه كما قلت لكم 2 مغارف معمرين فارينه. دوك كي زدت له لهنا انا زدت له الفارينه، هو نقص هذاك العلك في البرا. سهلت لي الفارينه، سهلت لي المهمه تاع العجين. هو اللي يعجن بالبرا لازم يدير الفارينه تعاون على العجين، وفي نفس الوقت كان سميد ناقص كما على بالكم دوكا سميد وما كانش بزاف وناقص النوعيه المليحه ناقصه. الفارينه كما نقولوا هي اللي تمدلو طوع وتسقمو، تكون المحسن تاعو. شفتوا لهنا شوفوا كيف راه. شوفوا كيفاش تعجن. ها شوفوا كيفاش تعجن روعه. نقول كيفاش تلم. ها شوفوا العجين تاعي كما قلت لكم انا لهنا سميد هذا فيه جاني سميد اصفر. كي عجنتو جاني فيه بزاف العلك، يتعلك بزاف. حتى كي كنت نطيب فيه هذاك العلك بان في الطياب. دوكا نغطيه لهنا ونخليه يستراح واحد ربع ساعه ولا، ونولي ليه نحي العجين اللي قاعد لازق في البرا. نحيت البرا قبل، نحيت الراس تاع البرا، نحيت الذراع تاع البرا من الراس وبعد نحيت العجين. لهنا ها شوفوا كي خليته. شوفوا ها شفتوا كيفاش استراح. شوفوا كيفاش جا. ها شوفوا ضربت لكم. شوفوا كيفاش جا. شوفوا تالمون تعجن مليح. نقول دار هذوك الفقاعات كي نعجنوه باليد يدير، لازم ما نحبسوش حتى يدير هذوك الفقاعات. شوفوا لهنا انا بالذمه ما درتش الملح من الاول باه يجيني ساهل في العجن بالبرا. عبالك الملح ثاني ويدير الجلوتين، يدير العلك. خليته هو الاخر وشمخت يديا بالماء
مرتين ولا 3، وخبطته شويه باه يدخل الملح مليح في العجين. هكذا كما راكم تشوفوا، زدت شويه ما كما نقولوا باش الملح تاعي يدخل في العجين ويزيد العجين يزيد يطلق روحه شويه. نزيد نغطيه حوالي 5 دقائق ولا، ونطيبه. شوفوا لهنا كان لهنا لازم المقله تاعي كي ندير فيها العجين ما تكونش حاميه بزاف، خاطرش قد ما تكون سخونه قد ما البوراك تاعي يجيني خشين، يجيني متين كما نقولوا. لازم النار تكون قليله والمقله تاعي ما تكونش سخونه بزاف باش نقدر نمشي العجين تاعي، وايدي لازم تكون خفيفه باه نمشي العجين تاعي مليح. شوفوا هكذا مشيته ها هو، ومن بعد نحي الزايد ونسقم القرصه تاعي البلاصه اللي نشوفها ماهيش ناقص تاع العجين نزيدها لها ونمشي العجين هذاك المليح. ومن بعد لهنا واش ندير، نزيد للغاز ونحرك نحرك المقله تاعي باه لهنا انا درت كما راكم تشوفوا درت الكريبير. نحرك الكريبير تاعي باه النار تعوم على الكريبير تاعي وكل هكذا ونحي. شوفوا دوك لهنا كي نلقى العجين تاعي تنحى على الحاشيه يسمى القرصه تاعي طابت، تدي كولا وحدها هكذا. شوف هاي تنحيت، هذه هي هنا المقله تاعي القرصه تاعي هاني نحيتها. شوفوا من جهه لهنا كانت، شوفوا من كاين العجين هذاك الابيض مازال ما طابتش مليح. المقله تاعي شوي بارده من ثم، لازم ندور المقله على الجوايه اكل. شوفوا شفتوا النار تاعي هنا كيفاه راهي، راني زدت لها هاني هذه القرصه واحده اخرى، نعت لكم النار كي زدت لها. دوكا ها هو البوريك تاعي، شوفوا كيفاه هو واجد. هذا هو البوريك تاعي. ونقول لكم هنا لازم كي نحيو القرصه نحطوا واحده فوق خوتها على الوجه واحد، ما نحطوش على الوجوه في زوج، نديروهم وجه واحد فريد. الكاع اللي طيبت عليه نحطه من تحت والفوقاني نحطه من فوق، نفس الاتجاه كما نقولوا. شوفوا دوكا هذا هو البوريك تاعي كما راكم تشوفوا فيه كيفاش جا هايل وجا خفيف ما شاء الله. شفتوا كيفاه جاني. دوكا انا لهنا هذا درتو خبيتو في الكونجيلاتور كيما راه هكذا، برمتو ولحتو في الساشي تاع الكونجيلاتور ودرتو داخل الكونجيلاتور. ما حبيتش نديرو قرصات باه ما يتكسرليش. ساعه كي نديرو هكذا في الكونجيلاتور ننسى عليه كي نقيسو والله يتكسر، بصح كي يعود هكذا من برا ما يتكسرش. ونقول لكم سلام في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.